السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية وبخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو حاجة حلوة، فيديو كيك، ميني كيك بالكريم، بالكريم لوتيس وبالمكسرات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وينال استحسانكم، واللي مش مشتركة تدخل تشترك وتفعل الجرس باش تصلكم كل جديد. ما تبيوش وتعدوا معايا لطريقة التحضير والمقادير. لهنا عندي في البول باش نحط البيض. هو الاول نكسر 6 عظمات، 6 بيضات، 6 بيضات لانهم البيض عندي صغير برشا كما تشوفوا كيما بيض الحمام تقريبا. هذاك علاش اضطريت اني ندير 6 بيضات، والا كنت نكتفي ب4 بيضات كبار او 5 بيضات متوسطه. رشه ملح، 2 أكياس نتاع فانيليا، ونخلط بالخلاط الكهربائي مليح. نخلط في الاول شويه السكر والسكر الفانيليا والبيض فقط، ومن بعد باش نضيف السكر، نص كاس تاع سكر تدريجيا على مراحل، كل مرة نحط شوية سكر، والخلاط الكهربائي خدام. كما تشوفوا السكر نضيف فيه على مراحل، ونخلطوا الخلط مستمر، ما نوقفوش على التخليط. حطيت السكر تقريبا على 3 أو 4 مراحل. لهنا كما تشوفوا الخليط بدا يبيض شويه او بالاصح ولا فاتح، مايل للابيض. هنا باش نضيف نص كاس نتاع زيت عفوا، زيت نباتي، او اذا كان تحبوا ديروا زبده نفس الشيء، نص كاس زبده. انا اكتفيت هنا بزيت النباتي لان الزبده مفقوده كما العاده، معناها الزبده ناقصه برشا عندنا في تونس. نضيف الزيت على مراحل كما تشوفوا، على 3 أو 4 مراحل مع الخفق المستمر. وعندي لهنا نص كاس نتاع شراب اللوز، مش حليب، هذاك شراب اللوز او روزاتا كونسونطري. نضيفها حتى هي على مراحل مع الخفق المستمر. الخلاط يكون على اعلى درجة. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وكومنتير اذا كان عجبكم الفيديو من طبيعة الحال، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللايك الاعجاب مهم برشا. لهنا اكتفيت بالخلط بالخلاط باش نولي نخلط بالخلاط السلكي اليدوي. جبت الغربال او الصفايه باش نحط لهنا، باش نصب 3 معالق كبيره، معالق اكل مليانه جيدا بالفرينه او الدقيق القمح الصلب. الفرينه استعملت الفرينه العاديه مش فرينه الحلويات، يعني ما مش بالضروره فرينه الحلويات. ونخلط بشويه بالسياسه، ما نخلطش برشا باش الفرينه ما تسيبش الجلوتين نتاعها وتجيني من بعد الكيكه نتاعي معجنه. هنا في المرحلة هذه باش نضيف 3 معالق أخرى، يعني المجموع كامل 6 معالق فرينة أو 6 معالق دقيق. هنا باش نضيف نص كيس متاع خميرة حلويات من فئة 10 جرامات، يعني حطيت 5 جرامات تقريبا خميرة حلويات. ونخلط بالسياسة، نخلطه بشوية ما نخلطوش بسرعة، يعني باش ما يطيحش هذاك البيض اللي خفقناه. الخليط بتاعي متجانس وبالكدا معناتها ممتاز جدا. هذا هو القوام المطلوب اللي حاجتي به. لهنا عندي في البلاتو متاع الفور فرشت البابي كويسون او ورق الزبده، ونصب الخليط ونخلط. نصب الخليط، مش نخلط، نصب الخليط ومن بعد نستويه. لهنا في الاثناء هذه راني حطيت الفور يخدم. شعلت الفور على 170 درجه، النار تشعل من الفوق ومن التحت مع المروحه. وحتى اذا كان ما عندكمش مروحه نورمال يعني عادي تنجموا يعني المهم على 170 درجه. والفرن متاع الغاز النار اللي ما فيش معناتها الميزان متاع الحراره تنجموا ديروه يعني النار اقل من المتوسطه. نحاول نستوي الخليط متاعي بالكدا باش ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه، ونحطه في الفور يطيب.
لهنا قبل ما نحطوه في الفرن بطبيعة الحال نخبطوها شوية باش يخرج من هذيك الفقاعات نتاع الهواء الزايد، ونخلوه يطيب لمدة 15 دقيقة. لهنا بعد ما طاب وخرجته وبرد شوية، نحيته من مش برد شوية، برد تماما معناه. نحيت البابي كويسون على ورق أخرى من الزبدة، على ورق آخر من ورق الزبدة، يعني من البابي كويسون. وشوفوا كيفاش باين اللي هو هش ومنفج وطري على الاخر رطب وروعة بصراحة. كيف ما تشوفوا لهنا راني نقطع فيه بهذيك القطعة متاع الميني بيتزا ولا متاع السابلي ولا متاع اللي تقطع العجينة، المهم الأقل من المتوسطة مش المتوسطة. لهنا باش نلم هذيك البواقي متاعي باش نعمل بها حاجة أخرى، نعمل بها ديفيرين ولا أي حاجة أخرى. هاكا نوري لكم فيها كيفاش معناتها السمك نتاع العجينه نتاع الكيك عفوا، وكيفاش هي معناها منفجه وطريه على الاخر. هذاك قطعت اللي بالقطعه الكبيره وال الجنب جنب الكيك هذاك اللي ما وصلتش القطعه اللي ما يجيش معناتها في القطعه هذيك المتوسطه، اللي اقل من المتوسط قطعت بالقطعه الصغيره على الاخر. هكا شوفوا قداش عندي 4 في 3، يعني 16 قطعة كبيرة و4 صغار. لهنا عندي في البول وزنتها هكا على الميزان 100 غرام كريم فريش بودر أو دريم ويب، وعملت 300 مليلتر كما تشوفوا فيها في الكاس. هذاك الحليب بارد مثلج، مش حليب رايب، راهو هذاك راهو مروب غير بالثلج معناتها، هذاك الفتات نتاع الثلج بارد على الاخر. ضروري نحطوه في الكونجيلاتور اللي يبرد مليح الحليب، وباش نصبوه على البودر ونركضوه ونخلطوه باش يعطينا تكستور باهيه اللي هي معناتها الاصليه اللي يلزم تكون معناها. مع الخفق طبعا بالخلاط في الاول نخفق نخلط بشويه في الدرجه الاولى ولا الثانيه، ومن بعد نقوي بشويه بشويه باش هكا ما يطيرش الحليب. هنا تحصلت على القوام المطلوب للكريمه، وقفت الكريمه يعني كما تشوف فيها واقفه ومريقله على الاخر. هنا عندي زبده اللوتس باش نضيفها كمنكه، معناها النكهه نتاع زبده اللوتس درت فيها بنينه على الاخر مع الكريم كريم شانتيه، تجي حاجه ولا اروع. اذا كان تحبوا تعملوا طعمه القو معناتها نتاع الشوكولا، طعمة الشوكولا او اي حاجه اخرى وفراوله او اي نوع من الانواع الاخرين تنجموا تحطوا. انا عملت عندي عفوا عندي زبده اللوتيس فعجبتني عملتها هي، يعني تعجبني الكريمه كريم شانتيه مع زبده اللوتس. نخلطها نخفقها مليح بالخلاط حتى تدخل في بعضها معناتها وتتجانس تولي هوموجين. الخليط نتاعي ما يكونش شيره معناها جهه فيه اللوتيس وجهه لا. لهنا باش نحي نتخلص من هذاك الركاز او الخلاط. لهنا عملت هذيك البوشادوي او الكيس الحلواني، نعبي في وسط الكريمه باش هكاك تسهل اسهل يعني من اني نحط بالسباتيول ولا باي ملعقه. ولهنا البوش كيس الحلواني خذيت من هذوكم الصغار، وقت اللي جيت نشري شريت من هذوكم الصغار، يعني هو يعني يتباعوا هكاك معناتها بالكميه خاطر هما جوتابل، فشريت الصغيره ما انتبهتش غير كي جيت للدار لقيتهم صغار. ولهنا في البوش الاخر في الكيس الحلواني الاخر حطيت فيه زبده اللوتس باش نعمر بها من داخل. ولهنا باش نبدا نعبي او نعمر او ندرس يعني نعملها دريساج فينال للكيك. كيف ما تشوفون نعمل كيما الحاجز من برا بالكريمه بالكريم شانتيه، وشويه من يعني دوبا نغطي لها الوجه نتاعها، ونزيد عليها شويه نتاع كريم لوتوس او زبده اللوتوس. وهنايا عندي المكسرات، عندي لوز محمص وبفريوه يعني البندق او نوازات محمصين ومهرمشين خشين غلاظ شويه، معناها كل كعبه تقريبا مقسومه على زوز، وباش تبدا كطبقه مقرمشه من الداخل. بالحق معناتها جت حاجه بنينه على الاخر. وهي بصراحه في الاساس الوصفه هذه اللي هي عامله ضجه على الفيسبوك وعلى التيك توك على اليوتيوب
وكل واحدة تقول لك أنا هي أول ما نعملها. دونك بصراحة هنا عندي هاذيك اللي باش نغطي لها الوجه نتاعها، هو في الأصل يغطيو لها الوجه نتاعها من الفوق، يدردر عليها من الفوق هاذيك البواقي يعني الشيوت نتاع الكيك، يفتفتوهم شوية بين يديهم ومن بعد يزيدوهم من الفوق. أنا لهنا عملت مكسرات لوز وبفريوة يعني بندق وشعيرات الكنافة محمصين في الزبدة، وضربتهم في الخلاط هرمشتهم مليح وغطيت بهم من الفوق هكاك تكون كطبقة فوقانية، يعني الوجه نتاعها يكون مقرمش وبتجي بنينة يعني، وتزيد إضافة كبيرة للمكسرات. تعرفوا البفريوة واللوز والكنافة راهي بنينة على الآخر، أبن من الخليط نتاع، أبن من الفتات نتاع الكيك هو نفسه. ولكن اللي يحبها تجي اقتصادية أكثر يعمل لها الفتات نتاع شسمو، يستغنى على زبدة اللوتس من الداخل، الحشو من الداخل نجم ما يعملهاش، تعملوا كان الكريمة كاو وتدردر عليها من فوق الفتات نتاع البواقي نتاع الكيك. هذوكم لي شوت اللي طاحوا معناها من منين قصينا الكيك دوائر. كيف ما تشوفوا راكم الباين وواضح الشرح، يعني بالخدمة أكثر من بالكلام. ونحاول نلبسها كيف ما تشوفوا هكايا ونستويها. إذا كان جهة مايلة راهو مع هذيك المكسرات المبشورة أو المبروشة أو المهرمشة، تنجموا تنظموها وتجي حاجة بنينة على الآخر. هكاك هي حطينا عشوائيا تجي روعة بصراحة، بنينة على الآخر. البنة والمنظر حتى الشكل راهو ضروري يكون شكل مزيان ومرتب. شوفوا كيفاش شكلها مزين ومرتب وحاجة مضخمة على الآخر بالحق، معناها حاجة بنة 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 مش نورمال. هذيك اللي شوت عملت بها ليفرين، نعمل شوية كيك من تحت ومن بعد نعمل كريمة اللوتس مكسرات وطبقة أخرى متاع كريم شانتيه، وهكذا حتى عبينا الليفرين متاعنا. المهم هذه هي وصفتي لليوم، حاجة بنينة وحاجة فاوحة. ما بقى لي كان نودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد، إلى اللقاء.